السلام عليكم. كلنا تابعنا القضية اللي هزت السوشيال ميديا وهزت مصر كلها. العم اللي عنده 27 سنة اللي اغتصب بنات أخوه البنتين جنى وأختها. جنى اللي عندها 14 سنة اللي في تالتة إعدادي اللي اغتصبها تحت تهديد السلاح وحامل منه في الشهر الخامس، وأختها الصغيرة اللي عندها 11 سنة اللي في أولى إعدادي وحامل برضو من عمها في الشهر السابع وكان بيحط لها مخدر في العصير. في هنا سؤال بيفرض نفسه، البنتين لما يخلفوا الطفلين الصغيرين اللي هيتولدوا مصيرهم هيبقى عامل ازاي؟ للأسف الطفلين اللي هيتولدوا هيتحطوا في ملجأ، والملجأ هيبقى في محافظة بعيدة عن المحافظة اللي تمت فيها الواقعة اللي هي محافظة المنوفية بمحافظتين 2، وهياخدوا أسماء وهمية. للأسف لا هيقدروا يشيلوا اسم الأب ولا اسم الأم عشان اختلاط الأنساب، ولما الأطفال دي تكبر وتوصل لسن البلوغ هيحرم عليها انها تعيش او تتجوز او تشتغل في محافظة المنوفية. تخيل بقى المأساة اللي هيعيشها الاطفال دول من لحظة الولادة. مبدئيا كده هيتحطوا في ملجأ وهيتربوا فيه بدون اب وبدون ام، وهم صغيرين مش هيحسوا بحاجة، مش هيبقوا واعيين لأي حاجة. طب لما يكبروا ويحبوا يروحوا محافظة المنوفية ويتقال لهم لأ دي محرمة عليكم، ساعتها هيسألوا ويدوروا ويشوفوا المصيبة اللي عملها أبوهم الحيوان السافل عديم الإنسانية في حقهم وفي حق أمهم البنتين الصغيرين اللي هيبقوا أمهات، واحدة في سن ال 14 سنة وواحدة في سن ال 11 سنة. تخيل إحساسهم لما يتنازلوا عن ولادهم، بجانب إن ولادهم هيشيلوا الفاتورة كاملة مكملة، هيدفعوا الفاتورة كاملة مكملة بذنب الحيوان العم اللي فعلته الدنيئة ممتدة لبنات أخوه والأطفال اللي هيتولدوا من بنات الأخ. للأسف لازم يبقى في قانون يا جماعة، مصير الأطفال ده هيبقى صعب جدا. لو ينفع عملية الإجهاض للطفلتين جنى وأختها، لكن للأسف بيقال إن الطفلتين جسمهم صغير مش هيتحملوا عملية الإجهاض، وكمان واحدة في الشهر الخامس واحدة في الشهر السابع. صعب عملية إنزال الأجنة دلوقتي. أنا كسارة نفسي الطفلين اللي هيتولدوا من البنتين دول يتولدوا ميتين، هيبقى ربنا رحم الكل، رحم الطفلين اللي هيدفعوا فاتورة مش بتاعتهم، ورحم أمهاتهم البنتين اللي أصبحوا أمهات في سن صغير اتعرضوا للاغتصاب، وكمان ولادهم هيتشدوا منهم، ولادهم مش هيعيشوا معاهم، هم مهما يكن هيبقوا أمهات. فمأساة متوارثة، انت متخيل؟ والأطفال الصغيرين دول لو عاشوا وتربوا في الملجأ وكبروا وعرفوا المصيبة اللي عملها أبوهم في حق أمهم هيعيشوا مأساة أكبر وحالتهم النفسية هتبقى مدمرة. وتخيل بقى لما نفسيتهم تتدمر هيتعاملوا مع الناس اللي حواليهم ازاي؟ سلسلة من الجرائم بتحصل. ده احنا بنخلف ابننا له أب وله أم وفي بيئة كويسة وبيطلع يلطش في الدنيا يمين وشمال من ظروف الحياة الصعبة، ما بالك أطفال هتتولد بلا أب وبلا أم وبلا مأوى وبلا حضن، هيبقوا عاملين إزاي في المجتمع؟ وكمان لو عرفوا المصيبة اللي عملها أبوهم في أمهم، فربنا يرحمهم وما يجوش الدنيا أحسن، رأفة بالكل ورحمة بالكل. ومنه لله العم اللي مصيبته وفعلته الدنيئة مش هتمتد للبنات بس والأسرته بس، ده هتمتد الأجيال، هيعيشوا يدفعوا تمن فعلته الدنيئة. اللي فاز بقى من قصة العم مع بنات الأخ دي مين؟ واحدة بس هي اللي فازت من القصة دي، خطيبة العم. عرفت هي مخطوبة لمين، عرفت هي كانت هتتجوز مين، عرفت الإنسان البشع الحيوان اللي كانت هترتبط بيه، ويا عالم لو كانت اتجوزته وخلفت منه بنات كان ممكن يتحرش ببناته. مش بعيد على حيوان زي ده. ربنا يحفظ بناتنا. ونختم ونقول اللهم اكفنا شر فواجع الأقدار وتبدل الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.